السلام عليكم بنات، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيتشوب منزلي بطريقه سهله وبسيطه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. اول حاجه عندي هنايا البنات، عندي هنايا مطيشه غسلتها نقيتها حطيتها هنايا. دابا غادي نقشرها وغادي نقطعها طريفات صغارين وغادي نحطها في واحد الكاسرونه او واحد الطنجره. هانتوما كتشوفوا البنات بهذه الطريقه هذه، وغادي نخليها على عافيه مهيله كطيب. ملي طابت لي المطيشه ديالي خليتها تشربات الماء ديالها كامل، ما عملت لا ماء لا حتى شي حاجه. دابا غادي نطحنها بالميكسور بهذه الطريقه البنات. من بعد غادي نصفيها. هانتوما كتشوفوا غادي نضيف لها 4 كاس ديال الخل ابيض. عندي هنايا السكر البنات كتعملوه حسب الذوق، انا هنايا عملت 3 كما كتشوفوا البنات. هنايا عندي هنايا ملحه، نص معلقه صغيره ديال الملحه. هانتوما البنات كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، وغادي نردها فوق البوطه على عافيه مهيله البنات. كنعمل واحد نص كاس ديال الماء يكون بارد من الروبيني، عملت فيه 2 معالق ديال صغارين ديال مايزينا او معلقه كبيره ديال مايزينا او النشا، كل واحد شنو كيقول له. من بعد ما خلطته كنضيفه على كيتشوب ديالي بهذه الطريقه حتى كتنسجم المقادير. كيتقال لي ديك الكيتشوب عاد كنخويه، عاد كنخليه يبرد. هانتوما البنات من بعد ما وجد لي الكيتشوب ديالي عملته في قرعه ديالو او الرضومه ديالو. هانتوما كتشوفوا كيجي بحال ديال الزنقه تماما. هانتوما البنات كتشوفوا، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. بسلام عليكم، فيديو اخر ان شاء الله.